هتعمل ايه لو اتصاب؟ السلام عليكم، معاكم دكتور محمود صلاح، دكتور العلاج الطبيعي في تيم اتش زد، وهكون معاكم ان شاء الله اوضح لكم اهم الاصابات اللي ممكن تحصل وازاي ان احنا ممكن نتعامل معاها. وهنبدا النهارده نتكلم عن موضوع في العموم، وهو نعمل ايه وقت حدوث الاصابه. ممكن تتصرف او هتتعامل ازاي لو حسيت بالم مفاجئ او اتصاب. ممكن تشوف ان ده سؤال بسيط، بس القرار اللي هتاخده في الوقت ده هيفرق معانا كتير، لان في ناس ممكن تكمل تمرينها او لعب الكوره او اي نشاط هي بتعمله وتقول لك مش مشكله الالم ده وتطنشه عادي، وفي ناس ممكن تقول لها خلاص انا هريح شويه والالم ده هيختفي لوحده وهرجع التمرين ده تاني. بس اكيد اذا كان الخيار ده او ده فاكيد ده مش صح. طيب ايه الصح وايه اللي المفروض نعمله؟ ده اللي هوضحه لك انا النهارده ان شاء الله. اختصار كل اللي هنعمله هي كلمه واحده بس، وهي برايس، وده اختصار ل5 خطوات هنمشي عليه. الخطوه الاولى وهي البي، والبي ده اختصار كلمه بروتكشن، وبروتكشن معناها ان احنا هنحمي الجزء المصاب. طيب هنحميه ازاي؟ هنحميه بان احنا ما نحطش عليه اي اكسسيف لود زياده، وان احنا نحميه من اي صدمات ممكن تحصل. الخطوه الثانيه هي الار، والار دي اختصار ريست. طبيعي بعد حدوث الاصابه يكون في الم والتهابات، ممكن يحصل كمان تورم، فالراحه اكيد مهم. بس كام مده الراحه دي؟ الراحه دي هتكون ما بين 48 ل 72 ساعه، يعني من يومين ل3 ايام بالكثير، لان الراحه لو طولت اكتر من كده ده هيبطئ عمليه الاستشفاء وانك تخف من الاصابه. ممكن كمان يدخلنا في مشاكل كتير احنا في غنى عنها، زي الجوينت ستيفنس وده عباره عن تيبس المفصل، وزي الماسل ويستنج وده عباره عن ضعف العضلات، فاحنا في غنى عن الكلام ده كله. فنبدا بعد يومين او 3 نبدا نحمل تحميل بسيط على الجزء المصاب ده، وطبعا ده لو كان تحت اشراف دكتور هيكون احسن بكتير من انك تعملها بنفسك. الخطوه الثالثه هي الاي، والاي هنا اختصار لكلمه ايس، والتلج ده بالنسبه لي هو العلاج السحري لتخفيف الالم، اللي بدوره بيعمل فازو كونستريكشن اوف فيسلز، فبيضيق الاوعيه الدمويه، فبيقلل الدم اللي رايح للجزء المصاب ده، فبالتالي بيخفف الالتهابات وبيقلل التورم، وده كله بيترتب عليه ان هو بيحسن الرينج اوف موشن او المدى الحركي في الجزء المصاب. طيب ايه او كام المده اللي نستخدم فيها التلج؟ بنستخدمه في اول يومين من 4 ل5 مرات، في كل مرة تقريبا حوالي ربع ساعة. بنستخدمه كأيس مساج وما بنثبتوش على الجزء المصاب، وده علشان نمنع أي حروق ممكن تحصل للجزء ده. ومن الأفضل والأحسن إن احنا نحط طبقة عازلة بين التلج والجلد بحيث إن احنا نمنع خطر حدوث ده. الخطوة الرابعة هي السي، والسي دي اختصار لكلمة كومبريشن، وكومبريشن هنا معناها الضغط، ودي عبارة عن إن احنا بنستخدم رباط ضاغط نضغط بيه على الجزء المصاب بعد التلج. طيب الضغط ده هيكون ازاي؟ الضغط ده ولا يكون خفيف فهو مش مؤثر معانا خالص، ولا يكون شديد فيحبس الدم ويدخلنا في مشاكل اكبر. هيكون ضغطه محتمله بسيطه بين الاثنين، ولا هي خفيفه ولا هي شديده، وده هيساعدنا كتير ان هو يقلل التورم. الخطوه الخامسه هي الاي، والاي هنا اختصار لكلمه elevation، واليفيشن معناها رفع الجزء المصاب عن مستوى القلب بحيث نساعد الدوره الدمويه في الرجوع للقلب، وده هيساعدنا كتير في ان هو يقلل التورم. ودول ال5 خطوات اختصار لكلمه برايس: بروتكشن، ريست، ايس، كومبريشن، اليفيشن. وبكده اكون وضحت لك ازاي تتعامل مع الاصابه في وقت حدوثها، وده هيسهل كتير ان الدكتور يبدا يعمل لك التستات ويبدا يشخصك، او لو طلب منك اشعه ما يكونش فيه ورم او الم يمنعنا من ده. وبس كده ان شاء الله تكون المعلومه دي فاتك لو اول مره تعرفها، ولو كنت عارفها فهي مجرد تذكير ليك. ولو الفيديو فادك ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. سلام.